ده فاونديشن اجيبه ادفع فيه 60-70 جنيه جدا، وانا هخليكي دلوقتي نعمل حاجه مع بعض ان انا هستخدمه كفاونديشن. هقولك ازاي تحطيه كفاونديشن كريم اساس على وشك. هلو يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا على فيديو النهارده بقى جبت لكم الكونسيلر بتاع لاست لوك زي ما قلتولي وهجربه معاكم. هو في منه شكلين تاني، واحد كده بسبونش، انا هحط لكم الصور بتاعه الشكلين التانيين، واحد تاني علبته غالبا كان لونها ابيض يعني على ما افتكر، وكان في ده. فحبيت ان انا اجرب معاكم ده. هو ده الدرجه بتاعته 104. هنجربه مع بعض دلوقتي ونشوف هو حلو ولا لا. انا جايبه درجه 104 زي ما قلت لكم في الفيديو. للاسف هي دي كانت اغمق درجه عندهم. انا هوريها لكم على ايدي بيج، فعجباني، بس انا كنت حابه ان هي تكون اغمق من كده شويه، لان انا بحب الكونسيلر يكون بيج، يعني انتوا فاهمين، لان انا طبعا زي ما انتوا شايفين قمحيه او سمراء، فبحب الدرجه تكون غامقه شويه عن كده، ولكن هي عجباني لان هي مديه على اصفر. خلوني ادمجه معاكم ونشوف كده. لاست لوك يا جماعه ده براند مصري لسه نازل من قريب، عامل زي مايت سينما وزي بريتي وومن. بصوا يا جماعه الكفر بتاعه حلو جدا جدا جدا. انا حطيت بسيط علشان كنت شفت ريفيوهات ان هو بيفرش، وفعلا هو بيفرش. يعني انا بصوا انا حاطه نقطه ملت الجزء كله. انا ماسكه الفرشه طبعا بالطريقه المتخلفه دي علشان ما بقاش رافعاها قدامكم تبقوا شايفين وانا بدمج. بصوا الكفر بتاعه تحفه 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 تحفه. حاسه ان هو يمشي مع سواريه. انت لو هتحطي ميك اب سواريه وعايزه تداري عيوب او كده، هو ده. في دق في الشارع، يا رب ما يكونش ظاهر في الفيديو. بصوا حلو جدا جدا جدا. انا حاسه ان هو درجته فتحت شويه بعد ما دمجته، ولكن ماشي معايا. بس لو انتي اسمر مني شويه مش هتلاقي درجه تكون غامقه عن ده. هو اغمق حاجه فيه 104، لكن لو انتي بشرتك افتح مني هتلاقي درجاتك هو من 1 لحد 4. هدمج الناحيه التانية بسرعه كده وهظبطه بعد كده بالسبونج. وعايزه اقول لكم ان الكونسيلر كل ما بتسيبوه شويه كل ما بتحسوا ان البيجمنت بتاعه بيعلى. بصوا بيفرش ازاي. انا حاطه حرفيا، حطيت نقطه هنا ونقطه هنا. انتوا شايفين يا جماعه الجمال؟ شايفين؟ انا مش لاقيه ولا غلطه ولا غلطه. بظبطها كده بسيط بالكونسيلر. ده فاونديشن اجيبه ادفع فيه 60-70 جنيه واستخدمه يعني واجيبه كده؟ طبعا. انتوا رايكم ايه؟ انا عايزاكم انتوا تقولوا لي رايكم، ولكن انا رايي طبعا حلو جدا جدا. وانا هخليكي دلوقتي نعمل حاجه مع بعض ان انا هستخدمه كفاونديشن. هقولك ازاي تحطيه كفاونديشن كريم اساس على وشك، ويبقى انت جايبه كونسيلر هو حجمه حلو جدا، فهيكفي معاكي ان انت تستخدمي فاونديشن وكونسيلر، فتبقي وفرتي اللي هو انا ما دفعتش اكتر من 100 جنيه وفي نفس الوقت عندي حاجتين. فخلوني اجرب معاكم دلوقتي يا جماعه. وانا بحط الكونسيلر كده على وشي عشان نجرب نستخدمه فاونديشن، عايزه احكي معاكم في حاجه بس سريعه بره موضوع الكونسيلر اصلا، وهو اني للاسف في فيديوهاتي القديمه كنت برغي كتير قوي. يعني مش قصدي رغي اللي هو رغي وخلاص، لا، يعني كنت الحاجه الوحشه اللي انا كنت بعملها هو اني كنت في بدايه الفيديو برغي. بصوا عشان دي اللي معايا فهتاخد وقت لان هي صغيره، مكسله بصراحه اقوم اجيب الكبيره. المهم كنت برغي في اول الفيديو. يعني انا كواحده متفرجه داخله اشوف حاجه معينه، كنت بقعد الت في اي حاجه قبل ما اقول لكم الملخص المفيد. وده كان بدون قصد، يعني مش ان انا بعمل كده اللي هو برغي وخلاص. يعني كنت بقعد احكي قبل ما اقول لك مثلا الكونسيلر ده عامل ايه، شكله ايه كده، بقعد ارغي في اي حاجه تانية. فلو دخلتوا على فيديوهات القديمه الناس اللي لسه جايه
وشفتوا الكلام ده سامحوني والله يا جماعه. الموضوع كان انا ما بشوف دلوقتي الفيديوهات القديمه بتاعتي بقول ايه الرغي ده؟ يعني انا كواحده داخله اشوف مثلا مروه جايبه مسكره معينه هتقول لنا رايها فيها، قولي لي رايك في المسكره. يعني انا عايزه اسمع منك دلوقتي رايك في المسكره، مش عايزه اسمع منك حاجه تانية. ف... فدي كانت حاجه وحشه قوي كنت بعملها. والحمد لله ان انا يعني الواحد بيتطور طبعا، وكل ما بيكبر. يعني اصلا القناه بتاعتي دي انا بادئه فيها بقالي 4 سنين مثلا، فالفيديوهات دي من 4 سنين و3 سنين وكده، فمن سنين يعني مش قريب. فالواحد الحمد لله ان هو بياخد باله من العيوب دي ويغيرها. ايه يا ماما؟ ممكن اكمل؟ طيب ممكن اكمل تصوير الفيديو نفس الفاصل الاعلاني اللي بيحصل معاكم في الفيديوهات دلوقتي. عايزه اقول لكم اعذروني يعني، بس بلاش تبقوا سخيفين عشان في ناس بتكتب لي كومنتات سخيفه جدا ف على الفيديوهات القديمه يعني دي. فيا جماعه خليكم لطاف، خلينا لطاف مع بعض. بصوا يا جماعه انا دلوقتي خلاص حطيته كفاونديشن، وهحط بسرعه كده علشان ما يبقاش وشنا شكله كده من غير اي الوان. لا لا لا، هحط كده واحط كده. انا حاطه روج بس ايه هزود يعني. بصوا بس كده يا جماعه. بصوا يعني احنا خلاص عملنا ميك اب كامل من الكونسيلر، فاونديشن وكونسيلر. بس اهم حاجه ان انتوا ترطبوا كويس وشكم، سواء تحت عينيكم سواء بشرتكم نفسها. وبس كده. عايزه اقول لكم ان الكونسيلر حلو جدا جدا، برشحه لكم جدا جدا، واديله 10/10. 10/10 كده. حلو جدا، حجمه حلو كبير، سعره كويس، الكفر بتاعه حلو، ودرجته كانت مناسبه ليا على الرغم ان انا كنت عايزاه اغمق شويه بس كانت حلوه. فبس كده. بس كده يا بنات، ده كان اخر الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسيش لو انت اول مره تيجي اشتركي في القناه، فعلي الجرس، اعملي لايك للفيديو ده. باي.